اهلا بيكم في فيديو جديد. وفيديو النهارده هنراجع او هنحلل الاعلان او نعمل رياكت على الاعلان بتاع اتصالات اللي قلب الدنيا وعمل زي ما نقول كده نوع من انواع الاحتقان او انواع الفتنه بين جماهير الاهلي والزمالك وجماهير الكره المصريه بشكل عام. اعلان اند اتصالات الراعي الرسمي للنادي الاهلي. عملنا الاعلان، يعني انا لما دخلت صفحه الاهلي والزمالك، صفحه تحديدا ماجيكانو عليها تقريبا 4 أو 5 مليون، وصفحه تانية زملكاوي برضه عليها عدد لا باس به، هتلاقوا ان صفحات الاهلي دايما بتطبل للاعلان وان الاعلان جامد ومفيش منه اتنين، وانت يا زملكاوي اللي خدت الموضوع على دماغك زي ما بنقول العروسه واضحه يعني. ولكن في نفس الوقت انت لو دخلت صفحه الزمالك هتلاقي ان الزملكاويه واخدين الموضوع على قلبهم بحساسيه زياده عن اللزوم، لدرجه ان هم كانوا بيطالبوا الناس اللي معاها خطوط اتصالات تروح تحولها لاي شركه تانية، مع العلم ان اورنج وفودافون اعتقد كانوا عملوا اعلانات للاهلي برضه، يعني على حسب. بس ما تقدر نشوف الاعلان. هو اولا الاعلان بيبدا باليافطه بتاعت اند. انا هلغي الصوت عشان مش عاوز كوبي رايت. ماشي. في نقطه برضو نادي بيراميدز اتكلم عنها، وهو ان الاطفال اللي ماشيه دي لابسه قمصان لونها لبني. عارفين القميص بتاع بيراميدز؟ حتى هتيجي لقطه في الاعلان بيفتحوا القميص ذات نفسه ويطلع من تحته تيشيرت النادي الاهلي، وده كان حصل في ماتش الجماهير بيراميدز، مش فاكر ماتش مين تحديدا، ولكن هم الجماهير بتاعهم بتشجع فعلا شالوا التيشيرتات بتاعت بيراميدز اللي هم لابسينها وكان تحتها تيشيرتات الاهلي. اعتقد هي دي اللقطه. بصوا كده، هيقوم فاتح القميص هيطلع من تحته تيشيرت النادي الاهلي على طول. فدي رمز او تلميح للي حصل في ماتش بيراميدز قبل كده لما الجماهير بتاعته قلعت التيشيرتس وكان تحتها تيشيرتات النادي الاهلي. فبرضه نادي بيراميدز زي ما تقول دخل في وسط الخناقه كده، اللي هو مش عاجبه اللي بيحصل. تيجي بقى الحته دي بصراحه دي مش عاجباني، دي تقليل لمحمد رمضان. هو كده كده ما حدش ما بيحبش محمد رمضان، ومفيش حد في مصر بيحبه اصلا، اللي هو البودي جارد بتاع المدرسه دي، الحركه اللي بيعملها محمد رمضان. نيجي بقى لاهم حته في الاعلان واللي عملت المشكله كلها ومش عارفه تخلص على ايه، هي اللقطه دي بتاعت عربيه الاسعاف. مبدئيا عربيه الاسعاف هنا لونها ابيض بخطين حمر، وده نفس اللون بتاع تيشيرت نادي الزمالك، ولكن في عربيات اسعاف كتير قوي كتير قوي على مستوى العالم اصلا، وحتى من فيهم مصر بيبقى لونها ابيض وفيها خطين حمر. حلو. انا مش عارف ليه الزملكاويه خدوا الموضوع ده على نكمل. طيب، اما الواد ده الواد اللي بيطلع مع مروان سري، وانا اصلا كده كده ما بطيقش مروان سري، والواد ده بيقعد يعمل حركات رياكشنات عبيطه وتموت من الضحك. يعني هي بتضحك بس هي عبيطه، يعني بحس ان هو بيهين نفسه فيه. بصوا وانا هوريها لكم عشان تفهموا اكتر. مش هنسيبها لحد المره دي بجد، مش هنسيبها لحد. ايوه يا كابوليا. فهو والله العظيم ممكن يكون عبيط اصلا، يعني هو ممكن يكون اصلا اوريدي بالفعل عبيط، انا مش عارف. هنرجع لموضوعنا. فهم كده يعني مش عارف ممكن تتوصف ازاي، بس هل يعني الزملكاويه فسروها مثلا ان من كتر الاهلي عمل صفقات كتير وخد لعيبه من عنده زي زيزو او بن شرقي او اي حد من اللي كان نادي الزمالك حاطط عينه عليهم، فزي ما تقول الزملكاويه جالهم حاله من الجنان، فهم ملبسينه البلطو الابيض بتاع مستشفى الامراض العقليه دي، المفروض ان هو داخل بعدها عربيه الاسعاف كاسقاط. ممكن تكون فعلا اسقاط على نادي الزمالك، انا متفق في النقطه دي، يعني مالهاش تفسير تاني. بيقول لك الاهلي حاله، فهي مالهاش تفسير تاني. نيجي بقى لاكتر حته عجباني في الاعلان، وهي وجود احمد ميسي في الاعلان. انتوا عارفين احمد ميسي ده واحد على السوشيال ميديا من اسكندريه، هو واحمد مني طلعوا في الاعلان. هتشوف الحته بتاعتهم كده. شفتوا حاجه وبقول لك ايه؟ ده احمد مني اللي هو بيقعد يقلد تامر حسني، عنده على الصف عنده 1.5 مليون تقريبا متابع على فيسبوك تقريبا. انا متابعهم من زمان، يجي من 3-4 سنين، هم يستحقوا يوصلوا انهم كده كده بيقدموا محتوى كوميدي. برضو الحته بتاعت القهوه دي عملت مشكله كتير قوي عند الزملكاويه بسبب الجمله اللي اتقالت. ايه لو انت مش اهلاوي يبقى بلاش فرجه على القهاوي. انا هي دي الجمله دي، ان انت لو مش بتشجع الاهلي فما تجيش تتفرج على الكوره على القهاوي. احنا عارفين كده كده في مصر ان اغلبيه القهاوي سواء دوري مصري او دوري ابطال اوروبا او دوري ابطال افريقيا او اي بطوله محليه او دوليه بتبقى الفرجه في الكافيهات والقهاوي. فعارفين ان الاهلي دايما بيكون موجود في كاس العالم للانديه، دوري ابطال افريقيا، في المحافل الدوليه، فاغلب اللي قاعدين بيبقوا اهلاويه. فيقصدوا برضو ان انت يعني لو انت مش اهلاوي فمفيش داعي تيجي، انت كده كده فرقتك مش هتوصل. برضو الحته بتاعت الجمله دي عملت حساسيه عند جماهير الزمالك. من ضمن الناس اللي جم في الاعلان برضو امبابي الغلابه، عارفين امبابي اللي شبيه امبابي ده كده. بس غير ان اشرف بن شرقي ومجدي قفشه وامام عاشور موجودين في الاعلان برضو، يعني حته ان اشرف بن شرقي ذات نفسه يطلع في الاعلان دي برضو اهل الزمالكاويه. فما بالك بقى لو كان زيزو طلع في الاعلان نفسه. ولاد الزمالك امام عاشور واشرف بن شرقي. ماشي، نتكلم خمسه جد بقى عامه في الاخر. يعني برضو الحته دي مصممين ان هم يظهروا ان الزملكاويه جالهم حاله جنان او اتجننوا بعد اللي حصل
بسبب الصفقات والازمه اللي بيمر بيها نادي الزمالك عامه. 5 جد بقى، يعني نيجي نتكلم 5 جد في الاخر. كواحد اهلاوي انا مش موافق على الاعلان بامانه، يعني من الاخر انا كواحد اهلاوي مش موافق على الاعلان من حق نادي الزمالك ان هو فعلا يحس ان الاعلان موافق عليه مثلا او من باب التريقه. طب ايه اللي حصل؟ شركه اتصالات مسحت الاعلان من علاقاتها الرسميه، ولكن كان اوريدي في مليون واحد عمل داونلود للاعلان وينزلوا على قنواته بقى رسميه ومش غير رسميه. رقم 2 الاسقاطات اللي اتعملت في الاعلان نفسه، لو انتوا كنتوا فعلا زي ما بتقولوا مش قصدين بيها نادي الزمالك فما كنتش هتمسحوا الاعلان. رقم 3 في زملكاويه كتير بدأوا عاملين حمله كده ان انت تروح تغير خطك من اتصالات لاي شركه تانية. مش عارف بقى ما اعتقدش ان الموضوع ده هيأثر الصراحه، يعني اصل اغير خطي ليه؟ يعني مش عشان حته اعلان يعني اروح اغير خطي. اتمنى بس ان الموضوع ده ممكن يرجعك لذكريات بورسعيد، وكان ازمه الاحتقان اللي حصلت وقتها على السوشيال ميديا. كانت الفيسبوك بس هو اللي موجود. احنا مش عاوزين نعيد نفس السيناريو تاني، لان انت عندك في مصر اصلا الانديه على شراره على تكه يعني بسبب الظروف اللي احنا عايشينها. فملهاش لازمه تعمل اعلانات بالطريقه دي. اعمل اعلان عادي بتمجد في فريقك مفيش اي مشكله، ولكن بدون ما تعمل اي اسقاط على اي منافس تاني، سواء زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد سكندري الى اخره. فكواحد اهلاوي انا رافض الاعلان الصراحه، مش مقتنع بيه. يعني لو كانت الاسقاطات دي اتشالت كان ممكن الاعلان يطلع بشكل افضل من كده. بس فاكتبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، متنسوش تعمل لايك واشتراك، وهسيب لكم لينكات السوشيال ميديا بتاعتنا وقنوات الجيمنج وكل حاجه في البين كومنت في الكومنت المتثبت او في الوصف بتاع القناه. سلام.